السلام عليكم. النهاردة هوريكم ازاي نعمل محشي الكرنب على طريقتي البسيطة المتواضعة بتتبيلة طعمها حلو جدا. الخلطة والتتبيلة اللي هنستخدمها في المحشي رهيبة، هتحبوها جدا، وطريقة التحضير نفسها سهلة جدا. ولو انتي اول مرة تعملي المحشي امشي على كل الخطوات والمقادير وهيطلع معاكي تحفة من اول مرة. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، كمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ بأول خطوة وهي سلق الورق. معانا كرنباية حجمها وسط، وقبل ما نقطعها مع بعض هنجهز المية اللي هنسلق فيها الورق. هنجيب حلة فيها مية على النار ونحط فيها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون، وهقلبهم تقليبه صغننه وهغطي عليهم لحد ما الميه تغلي. في الوقت ده بقى هنروح نقطع الكرنبايه مع بعض. في اكتر من طريقه لتقطيع ورق الكرنب، بس هي دي الطريقه اللي انا بحب اعملها. بجيب السكينه وابدا اقطع العناقيد او العنق من فوق. مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه الصراحه، لو انتوا عارفين اسمها يا ريت تقولوا لي اسمها في الكومنتات. ببدا اقطع العنق وابدا اشيل الورقه واحده واحده بالراحه عشان الورق ما يتقطعش معايا، وابدا اكرر الحركه دي مع ورقه ورقه لحد ما اخلص الكرنبايه كلها. ودلوقتي بعد ما خلصت تقطيع الورق هبدا افصل العنق او العناقيد عن الورق، وهقول لكم في فيديو تاني انا بعمل ايه بالعناقيد دي. ببدا اشيلها بطريقه بسيطه خالص وسهله، وبكده بيكون الورق جاهز على السلق على طول. انا عارفه ان الطريقه دي مش جديده على ناس كتير، بس لو انتي اول مره تسلقي ورق الكرنب هتستفيدي من الفيديو ده. جربي الطريقه دي، ولو عايزه تسالي عن اي حاجه ابعتيلي في الكومنتات. ودلوقتي بعد ما المية غلت على النار هبدأ انزل فيها ورقة ورقة، بس انا عشان حاطة حلة كبيرة على النار فهنزل بثلاث ورقات بثلاث ورقات. بسيب الورق في المية تقريبا من 10-15 ثانية، مش اكتر من كده. وبعد كام ثانية كده بقلبهم من الناحية التانية واتأكد ان هو كله خلاص بقى طري، واقوم شايلاه على طول من المية. وخدي بالك ما تسيبيش الورق في المية فترة طويلة، لانه هيتهري منك وهيتقطع ومش هتعرفي تستخدميه. ودلوقتي هشيل الورق من المية المغلية، وهكون محضرة مصفى تحت الحنفية وفاتحة المية عليه، وابدأ اغسل الورق واحدة واحدة بحيث ان الورق كله يبقى بارد ما يبقاش سخن. وبكون مجهزة جنبي طبق غويط فيه مية ساقعة من الحنفية، بحط فيه الورق بعد ما غسلته بحيث برضو ان انا اتأكد ان هو بقى كله بارد مفيش فيه اي سخونية خالص. وابدأ احطه في مصفى تانية واستفه بحيث ان المية اللي جواه تصفى ويبقى جاهز، يا اما افرزه في الفريزر يا اما استخدمه على طول. وهي دي طريقتي في سلق ورق الكرنب. لو انت بتعملي نفس طريقتي اكتبي لي في الكومنتات. وبكده نكون خلصنا سلق ورق الكرنب. اسيبه بقى يصفى براحته لحد ما نجهز مع بعض الخلطه بتاعه المحشي. يلا بينا نشوف مقادير الخلطه مع بعض. معانا طبعا الكرنب اللي احنا سلقناه، وبصلتين كبار مفرومين، وربطة شبت وكزبره متقطعين صغنن، وكيلو من الطماطم مغسول ومضروب في الخلاط، وكوبايتين من الرز المصري. ومعانا كمان فلفلايه خضراء مفرومه مع قرن فلفل حامي، و5 ل6 فصوص توم مفرومين. ومعانا بقى البهارات، معانا معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومكعب مرقه الدجاج، و2 معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من القرفه، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من البابريكا. ومعانا عيدان الشبت والكزبره، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هنجيب حلة على النار ونحط فيها حوالي نص كوباية من الزيت، وهنجيب قطعة من الدهنة نقطعها قطع صغننة ونقلبها في الزيت، ونحط عليها البصل المفروم ونقلب البصل لحد ما يحمر. وبعد ما البصل يحمر هنزل بالثوم المفروم وهقلبه لحد ما ريحته تبدأ تطلع. وبعد ما ريحته تطلع هنزل عليه بالفلفل المفروم وهقلبهم مع بعض كويس جدا.
وبعدين بقى انزل عليها بالطماطم المضروبة في الخلاط وهقلبهم مع بعض، ونحط البهارات اللي احنا قلنا عليها واغطي عليها واسيبها تتسبك بقى براحتها. وفي الوقت ده على ما الطماطم تتسبك هنروح ونجهز الورق. وبعدين دلوقتي هاخد بقى الورق واسويه كده واظبطه، وابدا امسك المقص وابدا اشوف المقاس اللي انا عاوزاه. لو عايزه صباع المحشي كبير اوكي قطعيه كبير، عايزه صغنن قطعيه صغنن، المقاس اللي انت حباه قطعي عليه. وابدا اقطعه كده، بلف الورقه واقطعها بالطريقه دي بيطلع معاكي اكنه رول كده على بعضه. تبداي تقطعي بقى المقاس اللي انت عاوزاه براحتك خالص، الموضوع بسيط جدا جدا بس عاوز تكرار. هروح بقى دلوقتي اخلص كل التقطيع الورق ده وهرجع لك تاني. وده شكله بعد ما خلصت. ممكن تاخديه زي ما هو كده تحطيه في اكياس وتفرزيه في الفريزر، او تبداي تلفيه على طول وهيبقى زي الفل. وهنا الطماطم بعد ما اتسبكت بقلبها تقلبتين، وبشيل كميه من الطماطم المتسبكه دي بحطها في جنب لان ممكن احتاجها تاني دلوقتي. واحط الرز في الصلصه وابدا اقلبها مع بعض. وبعدين ببدا احط معاها الشبت والكزبره وابدا اقلبهم. لو حسيت ان الرز محتاج صلصه اكتر بزود، لان ممكن تكون كميه الصلصه اكتر من كميه الرز اللي انا عاملاها، فعادي لو اتبقى صلصه بعينها في الفريزر، يعني بستخدمها في حاجات تانية بعد كده. وبكده تكون خلطة المحشي جاهزة معانا. صدقيني جربيها هتعجبك جدا، والبهارات اللي محطوطة دي بتدي طعم تحفة تحفة للمحشي. يلا بينا بقى نجهز حلة المحشي. كده الورق معانا جاهز انه يتحشي، ومعانا طماطمايه متقطعه شرايح وبصلايه متقطعه شرايح، ولو عندك فلفلايه اوكي قطعها شرايح، وعلى ايدي شبت والكزبره هقولك دلوقتي هنستخدمها في ايه. ودلوقتي هبدأ اجهز الحلة اللي هحط فيها المحشي. بجيب الورق الاخضر بتاع الكروم اللي هو بيبقى عليها من بره بيتسلق عادي، وبحطه في ارضية الحلة من تحت، وابدأ ارص عليه شرايح الطماطم وشرايح البصل وشرايح الفلفل لو موجود عندك. بصراحة كان خلص عندي الفلفل. ودلوقتي هبدأ احط عيدان الشبت والكزبرة فوق شرايح الطماطم والبصل. بجد تحفة، جربيها وهتعجبك جدا، هتنقل طعم المحشي في حتة تانية خالص. جربيها. وبعدين هنحط رشة ملح وفلفل عليهم وحبة زيت صغننين، رشة زيت كده بس. دلوقتي بقى هنبدأ نلف المحشي. هتاخدي الورقة في ايدك كده وتحاولي تثبتيها بحيث ان انت تعرفي تتحكمي فيها كويس، وتحطي فيها حبة رز صغننين، مش لازم رز كتير لان الرز لسه هيزيد في التسوية. حطي حبة رز صغننين وابدأي شديها ولفيها واحدة واحدة، صدقيني هتطلع معاكي حلوة جدا. لو انت لسه مبتدئة او اول مرة تلفي المحشي جربيها مرة واتنين وتلاتة، هو محتاج تكرار بس هو الموضوع بسيط جدا. ودي بحسها اسهل طريقة، يعني اسهل من اني الفها على طبق او على الرخامة او كده. هو الطريقة دي حلوة جدا وهعملها لك مرة كمان عشان تشوفيها. حبة رز صغننين وبتشدي الورقة من فوق عليها وبتبدأي تضغطي عليها وتشيلي الزيادات من الجنبين بس كده خلاص. مرة على مرة هتبقى سهلة معاكي. هروح بقى دلوقتي اخلص كل الكميه دي وارجع لك تاني. وكده خلاص المحشي بقى جاهز معايا. اتبقى عندي كام ورقه كده فهحطهم على وش المحشي من فوق.
لو انتي حابه تعملي الخطوه دي اوكي، مش حابه عادي مفيش مشكله، بس هما بصراحه اتبقى عندي فانا هحطهم. ودلوقتي بقى هبدأ اضيف المرقة للمحشي. المرقة ديت انا بجيبها وبضيف عليها حوالي معلقتين او 3 معالق من صلصة المحشي اللي انا عاملاها، بخلطها وابدأ احطها بقى واحدة واحدة كده فوق المحشي، وابدأ اهز الحلة بحيث ان المرقة تنزل في كل مكان يعني. يا دوب المرقة تغطي السطر الاولاني، ما تزيديش عن كده لان ممكن المحشي يعجن معاكي. السطر الاولاني يا دوب يعني مش اكتر من كده، وبعدين ابدأ احط عليها طبق عشان بس اضمن ان اثناء الغليان المحشي ما يفكش، وابدا ارفعه على النار. هحط الحله على نار عاليه لحد ما يغلي. شفتي بقى بعد الغليان الميه زادت ازاي؟ علشان كده بقولك ما تزوديش الميه. هغطي عليه بقى لحد ما ينشف، وبعد ما ينشف هوطي عليه خالص لحد ما يتردد براحته. وكده المحشي خلاص استوى. طبعا انا خلال الفتره دي كلها رايحه جايه على المحشي عماله بدوق فيه، لان من جماله كنت هاكله وهو لسه بيستوي. لو حسيتي انك حطيتي معيار مرقه قليل ممكن عادي تزوديه حبه بحبه وهو بيتردد، مفيش مشكله لحد ما تلاقيه معاكي استوى وبقى كويس. انا دلوقتي بشيل طبقه الورق اللي انا حطيتها على الوش، وهوريكم دلوقتي شكله بعد ما اشيل كل الورق ده. وده شكله بعد ما شلت كل الورق. شوفوا شكله حلو ازاي. ومش بس كده، ده الورق والرز استووا والتسويه صح، يعني مش معجن، جميل جدا، غير ريحته اللي قلبت البيت كله. يلا جربي الوصفه دي وقولي لي رايك في الكومنتات، هستنى رايكم. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك واعمل شير، وهستنى رايكم في الكومنتات.